أغرب طريقة دينية بالعالم العربي، مريدوها بالآلاف، أغلبهم من العراق وإيران، وكذلك موجودون بكندا وأمريكا. وما يزيد هذا الدين غرابة هو زعيمها الثري الحاصل على دكتوراه إنجليزية من بريطانيا، وتزوج من جميلات الممثلات السوريات وأجبرها على اعتزال الفن. فما هذه الطريقة الدينية؟ ومن هو زعيمها؟ بمدينة السليمانية بشمال العراق يوجد المقر الرئيسي للطريقة العلية القادرية الكسنزانية، وتنسب هذه الطريقة إلى الإمام علي بن أبي طالب والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ الكريم شاه الكسنزان. ومعنى لقب شاه كسنزان هو سلطان الغيب. سميت الطريقة العلية القادرية الكسنزانية بالعلية نسبة إلى الإمام علي، وبالقادرية نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، والكسنزانية كلمة كردية تعني لا يعلم حقيقته أحد. أطلقت كلقب على أسرة الطريقة بعد أن لقب به جدهم الأول عبد الكريم بسبب انقطاعه لمدة 4 سنوات عن الناس مختليا في أحد جبال العراق بضواحي مدينة السليمانية، وحينما كان يسأل عنه يجاب بكسنزان، أي لا يعلم حقيقته أحد. الكسنزان هم مسلمون سنة وأغلبهم من الأكراد، وعندهم طقوس وشعائر غريبة. يجتمعون في المناسبات الدينية كالمولد النبوي، يبدأون بالرقص بشعرهم الطويل على إيقاعات الدفوف وأصوات الابتهالات وبحركات رشيقة. كما يلجأ بعض المولدين بإظهار الكرامات أو قدرتهم على التعدي كأكل الزجاج وإطفاء النار وطعن البطن بالسلول أو حتى اللس بالأفاعي. وبحسب معتقداتهم فهذه الطقوس لإثبات التجلي الإلهي وامتداد لمعجزات النبي صلوات الله عليه. شيخ الطريقة الكسنزانية هو شخص مقدس، ويحرم اعتراض أو مخالفة أوامره، وكل من خالف فمصيره نار جهنم وعذاب الآخرة. نهر محمد عبد الكريم الكسنزاني هو شيخ ومرشد الطريقة الكسنزانية. استلم المشيخة من والده بعد وفاته في سنة 2020. لنهر محمد بكالوريوس في علم الحاسوب من بغداد، وبكالوريوس في اللغة الإنجليزية، وماجستير في التاريخ، والدكتوراه في التاريخ الإسلامي. ثري ثراء فاحش وكلمته مسموعة، وقريب من الرئيس الأمريكي السابق ترامب. مرة أقام في برج ترامب لمدة 4 أشهر، وبرر غيبته هذه التي كلفت الملايين الدولارات بأنها كانت بغرض العلاج. رغم أن الشيخ نهر شيخ طريقة دينية، إلا أنه سياسي ويؤمن بفصل الدين عن الدولة، ويعتبر رجل علماني، ولهذا السبب يكن عداء لإيران. وكذلك يقال أن له طموح سياسي لحكم العراق آجلا، وخصوصا بعد اعتماد الطائفية في حكم العراق ورئيس الجمهورية من نصيب الأكراد. نهر الكسنزاني مثله مثل باقي الزعماء كثير الزيجات، وأشهرها زواجه من الممثلة السورية الجميلة نورمان أسعد في سنة 2007، والتي قررت فيها نورمان اعتزال الفن نهائيا والتفرغ لخدمة زوجها الثري. أنجبت منه 3 أولاد، واختفت عن الأنظار إلى حين أن ظهرت في عزاء حماها في سنة 2020. وفي الختام، أنا شخصيا تفاجأت بوجود هكذا طريقة دينية، أي الطريقة الكسنزانية. وأنتم، هل هذه هي أول مرة تعرفون بوجود طريقة الكسنزانية؟ إن كان كذلك اكتبوا لنا ذلك في التعليقات، وإن كنتم على علم بوجود هذه الطريقة فاكتبوها لنا أيضا في التعليقات. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر لايك، كما أننا موجودون في باقي شبكات التواصل الاجتماعي: إنستغرام، فيسبوك، تويتر والتيك توك. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.